مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جبت لكم النهارده الفندق اللي كلنا بندور عليه، الفندق اللي فيه سعر وهيبقى مناسبنا كلنا من حيث الفرد، من حيث الغرفه، من حيث كل حاجه. سعره حلو جدا وجوده حلوه جدا، قيمه حلوه قوي مقابل السعر. الفيديو ده انا اتاخرت فيه كتير جدا على فكره. الفندق ده معايا بقاله شويه وشغال حلو قوي، وفعلا هيبقى ترند السنه دي، ترند صيف 2023 في الغردقه. الفندق من موقع حلو، مميزات كتير جدا، قيمه حلوه قوي مقابل السعر. لو عايز تعرف ايه هو الفندق دوت وايه هي مميزاته وموقعه وعيوب الفندق، تابعني لنهايه الفيديو. ما تنساش لو اول مره تشوفني تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. اول حاجه حابب اتكلم فيها عن الفندق بتاعنا دوت هو موقعه في شيراتون. زي ما احنا عارفين شيراتون دي يعني بدايه الغردقه، يعني اول ما هنوصل الغردقه فاحنا وصلنا الفندق، فاحنا كده وفرنا بتاع نص ساعه او ساعه، اتوبيسات ساعات بتمشي فيها جوه في الغردقه. موقعه في شيراتون في قلب الخروجات، في قلب كل حته، يعني عايز تنزل تخرج تتمشى. لو خرجت من الفندق اتمشيت يمين شمال انت اسمك خرجت في الغردقه. احلى خروجات ممكن تخرجها في الغردقه. دي اول ميزه موجوده معانا في الفندق بتاعنا، فهو موقعه. تاني حاجه ميزه موجوده معانا في الفندق بتاعنا هو الريسبشن زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصور. ريسبشن جميل واسع، بيستقبل ناس كتير. مواعيد التسكين عند الفندق زي اي فندق يقول لك الساعه 2 التسكين، بس انا عايز اقول لكم انا حجزت الناس كتير وصلت 10 الصبح وسكنوهم وما تاخروش معاهم. 10 11 12 على حسب ما هتوصل، على حسب ما الناس هتسكنك، ومش هترضى تقعدك كتير. الناس بشوشه جدا، بيتعامل معامله باحترافيه جدا وكويسه جدا جدا. بعد ما نخش من الريسبشن بحب اتكلم بقى عن اول حاجه البحر زي ما احنا شايفين مع بعض كده، نخل وشجر، شط رملي، مارينا كده نمشي فيها في قلب الميه. والبحر الرملي حلو جدا ان انت تلاقي بحر رملي كده في الغردقه، وميه نقيه ونظيفه بالجمال دوت. فدي حاجه قليله جدا جدا موجوده في الغردقه. البحر بتاعه حلو. غير البحر بقى اللي بيحبوا حمام السباحه، عندك 3 حمام سباحه، واحد للكبار واحد للاطفال. عندك حمام سباحه باكوا بارك هتشوفها في الصور هتحس ان هي صغيره وقليله، بس انا عايز اقول لك ان انت اول ما هتروح هتكتشف ان الاكوا بارك دي مناسبه لكل الاعمار. كل الاعمار ليها، من اول ما انت تبقى كبير زي انا كده لغايه الاطفال، كله هيستمتع بالاكوا بارك دي وبالبول بتاعها. الاكوا بارك جميله، بارات كتير في الفندق موجوده في كل حته عشان المشروبات والسناكس اللي انت عايزها. طول ما انت قاعد كده في الفندق طول اليوم هتلاقي مشروباتك وهتلاقي سناكسك وهتلاقي كل حاجه انت نفسك فيها وبتطلبها هتلاقيها موجوده في قلب الفندق وقريبه منك جدا جدا. المميزات كمان الفندق ده ان هو مش واسع قوي، مش اللي هو هنقعد نمشي عشان نروح البحر فنتعب ونمشي عشان نروح المطعم ونمشي، لا انت كل حاجه قريبه منك. الغرف كلها كويسه، هتنزل من غرفتك خطوتين هتلاقي المطعم، شويه هتلاقي اي بول من اللي انت عايزه، هتطلع شويه هتلاقي البحر. فدي حاجه مميزه جدا لكبار السن، عشان لو معانا بابا او ماما او تيتا او جدو كبار مش قادرين يمشوا، فدي حاجه نضمنها لهم ان هم مش هيمشوا كتير ومش هيتعبوا كتير في الفندق. تالت حاجه اخش عليها دلوقتي فهي الغرف بقى. طبعا انا شفت من سعر الفندق دوت، قلت اكيد الغرف بتاعته هتبقى مش حلوه او سيئه. اكتشفت ان الغرف بتاعته هو فندق 4 نجوم بس في حاجات تساوي 5 نجوم. الثلاجه بيحطوا لك فيها ازازتين ميه ويحطوا لك فيها عصاير او بيبسي حسب اللي انت عايزه. تخش التويليت هتلاقي فيه الشاور، هتلاقي الشامبو، هتلاقي كل اللي انت عايزه في التويليت. طبعا الحاجات دي ما بتتعملش غير في الفنادق اللي هي ال5 نجوم. حلو وعمل لنا كل الحاجات دي. التكييفات كلها شغاله حلو قوي. الغرف مودرن والاساس بتاعها مودرن وجديد، مش قديم. الفندق مش قديم، الفندق بيجدد نفسه اول باول. فالغرف برده من الحاجات المميزه جدا في الفندق ده. بعد ما ننزل من الغرف طبعا شيء مهم جدا نتكلم عنه، المطعم بقى. هو بصوا انا الناس اللي راحت المطعم، انا لسه ما رحتش الفندق دوت، انا هقول لكم في الاخر الفيديو مواعيد الرحلات، انا هروح امتى والرحلات اللي انا منظمها. بس انا اقدر اقول لكم ان في ناس راحت الفندق دوت بيقول لك المطعم حلو جدا. الاكل مش ما فيهوش تنوع كبير، المطعم مش كبير بس اللي موجود جودته حلوه قوي. يعني مش هتاكل حاجه توجع بطنك، مش هتتعب بالاكل او انت تعرف الاكل او مش هتلاقي حاجه نفسك فيها.
هتخش هتلاقي زي اي فندق كل انواع الفراخ، كل انواع اللحوم، كل انواع الاسماك، كل حاجه هتلاقيها في البوفيه، وكل يوم بيضيفوا صنف جديد او صنفين جداد اذا كان في الغداء او في العشاء. فبالنسبه للمطعم فزي ما قلنا ما فيهوش تنوع كبير، بس اللي موجود جودته حلوه قوي واكل نضيف جدا. طبعا البيكري موجود، حلويات شرقيه غربيه، كل المخبوزات بانواعها، الفواكه، كل زي اي فندق اوبن بوفيه. طبعا الاقامه في فندقنا اول انكلوزيف، فطار غدا عشاء مشروبات سناكس، كل حاجه موجوده في الفندق. طيب اخر حاجه بقى طبعا اتاخرت عليكم فيها هو اسم الفندق. فندق اسمه زيا ريجينا. زي ريجينا اللي بحث عنه او بص عنه على الفيس عشان نبقى صريحين في كل حاجه، مش هلاقي عليه غير ريفيو سيء. كانت غرفه من 40 غرفه. هي رجعت وقالت ان الفندق ده مش حلو ومش عاجبها، مع ان هي نفسها عندها في الكومنتس بتاع الفيسبوك بتاعها بتاع البوستات اللي هي نزلتها في جروبات الغردقه، الكومنتس نفسها بتقول ان الفندق حلو، والناس بتقول لها حرام عليك يا شيخه الفندق كويس جدا. ده ريفيو واحد سيء، هي بس نشرته في كل حته من كتر ما هي كانت متضايقه من الفندق. بس انا لما يكون غرفه واحده تشتكي من 40 غرفه فده بالنسبه لي مش مقياس. ده رقم واحد. تاني حاجه عايز اقول لكم عليها ان الفندق ده قيمه حلوه قوي مقابل سعر الفرد في الاربع ايام 3 ليالي 2700 جنيه. فين دلوقتي فندق يديك قيمه حلوه، 3 حمامات سباحه وشط رملي و3 وجبات اول انكلوزيف فطار وغدا وعشاء، وكل ده ب 2700 جنيه بس للفرد 4 ايام 3 ليالي. دي قيمه انا ما لقيتهاش، عشان كده انا هروح الفندق دوت. الغرفه الدبل في الليله ب 1800 جنيه. 1800 جنيه يعني تقدر تروح 3 ليالي، تقدر تروح 4 ليالي، معايا تعاقد مباشر من الفندق، حد شاري غرف من الفندق، اي تاريخ انت عايزه هتلاقيه في الفندق. انا مطلع عن نفسي 3 رحلات 29/7 2/8 و29/8. 3 رحلات 29/7 خلاص لها كام غرفه وتنتهي، لسه 2/8 فيها غرف كتير، و29/8 لسه فيها غرف كتير. طبعا مالكش دعوه بالتواريخ ديت، بس دي التواريخ اللي انا هبقى موجود فيها. انت طبعا عايز تحجز في اي تاريخ تاني فمتاح طبعا التاريخ اللي انت عايزه طول الصيف. السعر دوت ثابت 1800 جنيه للغرفه الدبل الواحده في الليله. طبعا هسيب لكم رقمي هظهره لكم دلوقتي في الفيديو، اللي عايز يحجز يتصل ويبادر بالحجز عشان تلاقي اماكن محدوده جدا. بالنسبه للانتقالات، الانتقالات 400 جنيه الكرسي ذهاب وعوده. 400 جنيه الكرسي ذهاب وعوده من رمسيس او التحرير ياخدك لغايه باب الفندق، ومن باب الفندق للتحرير او رمسيس برضه. طبعا مش عايز تحجز انتقالات هتروح بالعربيه الملاكي، او انت من محافظه ثانيه مش من القاهره، خلاص ممكن نحجز لك فندق بس من غير انتقالات. الرقم اللي يظهر عندك تحت دوت هكتب لكم طبعا في الديسكربشن الاسعار بالفرد وبالغرفه الدبل وبالغرفه التريبل، هكتب لكم كل حاجه انتوا عايزين تعرفوها عن الفندق برده في الديسكربشن. وعايز اضيف برده معلومه بسيطه كمان، ان الريفيو السيء اللي هو اتعمل من بعض الناس اللي اتعمل خلى الرجل خفيفه جدا على الفندق. فانت دلوقتي الفندق بقى رايق جدا وجميل جدا. اشغال اجنبي من الناس اللي راحت قالت لي مش اقل من 50-60%. فريق الانيميشن بيعمل عروض بقت جامده جدا الصبح على البول وعلى البحر، وبالليل برضو بيعملوا عروض تحفه كل يوم في تغيير. فكل الستاف بقى عمال يسعى عشان يرضي العملاء ويرضي الناس اللي بتروح، عشان خاطر الريفيوهات السيئه اللي كانت تتعمل على الفندق، مع ان هو ما يستحقش ان هو ياخد الريفيوهات السيئه دي. فطبعا كل ده هيجي في مصلحتنا احنا، ان احنا هنروح هنلاقي معامله طيبه، اكل متميز، كل حاجه كويسه، مش هنلاقي فيه ان شاء الله اي حاجه وحشه. وفعلا كل اللي راحوا مفيش حد اداني ريفيو واحد سيء. وهسيب لكم برضه سكرينات من ريفيوهات الناس اللي راحت الفندق ده. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم وفادكم. ما تنساش لو اول مره تشوفني تنزل دلوقتي بسرعه تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا.